خلاص كده يا جماعة، عرفت مشروعي المستقبلي. هفتح لكم احلى عربية حلبسة في اول الشارع عشان كلكم تيجوا تشتروا مني. السلام عليكم، ازيكم؟ النهاردة فيديو جديد ووصفة جديدة. لايك وشير كتير. اول حاجة بتحضري ربع كيلو حمص بلدي، بيكون صغير بالشكل ده. بعد كده بتنقيه وتشيلي منه اي شوائب زيادة، وتغسليه تحت مية جارية كويس قوي، وتنقعيه لمدة 12 ساعة. هتعرفوا ليه 12 ساعة؟ بعد ال 12 ساعة حجمه بيزداد بالشكل ده وبيكون أصفر شوية. هنصفيه كويس من مية النقع ونشطفه كمان مرة. بعد كده بحضر حلة نظيفة وناشفة وبرفعها على نار متوسطة. بنزل بالحمص بتاعي وعليه 2 لتر من المية، والمية تكون مغطياه كويس قوي. بعد كده بوارب الغطا بتاعي واسيبه يغلي. عبال ما يغلي بقى يلا بينا نحضر احلى خلطة لحمص الشام، او زي ما بتقولوا عليها الحلبسة. معايا 2 حبة طماطم متوسطة وقطعهم 4 بالشكل ده. معايا 1 بصل، 5 فصوص من التوم، ومعايا نص قطعة من الفلفل السبايسي كده. لو عايزاه بقى سبايسي قوي هتحطي قرن فلفل كامل. بعد كده هتحضري الكبة بتاعتك وهتفرمي البصل والطماطم والثوم مع بعض. اهم حاجة يكونوا 2 حبة من الطماطم وسط بالشكل ده. يلا بقى نفرمهم، وبجد دول بيخلوا حمص الشام احلى حمص شام تاكليه زي عربيات الشارع بالظبط. هنفرمهم كويس قوي بالشكل ده، وبعد لما بنفرمهم بيكون شكلهم كده، وهتشمي احلى ريحة فعلا. هنروح بقى على الحمص بتاعنا، هيكون بدأ في الغلي. اهم حاجة عندي بقى في الخطوة دي انك هتشيلي الريم الابيض اللي بيطلع عليه بالشكل ده، تتخلصي من كل الريم اللي بيطلع على الحمص. دي خطوة مهمة جدا. بعد كده هتنزلي بقى بالخلطة اللي لسه عاملينها في الكبة، وهتنزلي بيها. بعد كده هتسيبيها بقى تغلي ويستوي في 20 دقيقة. نيجي هنا اقولك 20 دقيقة ليه؟ علشان انتي سبتيه يتنقع 12 ساعة، لو اقل هيزيد في السوا بتاعه. يعني لو سبتيه 6 ساعات هيقعد معاكي ساعة على النار، فانقعيه 12 ساعة علشان يكون 20 دقيقة بالظبط، وتمسكي حبة منه كده تكون استوت معاكي على طول. بعد كده بنحضر بقى معلقة كبيرة من الكمون، معلقة كبيرة من الفلفل الأسود، معلقة صغيرة من الكزبرة، ومعلقة صغيرة من الملح، ونص معلقة صغيرة من السكر، وواحدة مكعب مرقة. احفظوا المقادير اللي قلتها كويس قوي وانزلي بيها كلها. بعد كده هنزل ب2 ليمونة معصورة بالشكل. بعد كده هتديله غلوة واحدة كمان وتطفي عليه على طول. يلا نحضر الدقة لحمص الشام. انا النهاردة عملتها لك في خطوة واحدة بس، لو هتعمليها في خطوتين هقولك برضو. معايا معلقة كبيرة من الكمون، ومعلقة كبيرة من الشطة، وربع كوباية من عصير الليمون، ونص كوباية من مية الحمص بتاعتنا. لو هتعمليها في خطوتين هتحضري بولة فيها معلقة كبيرة من الشطة، وبولة فيها معلقة كبيرة من الكمون، وهنا ربع كوباية عصير ليمون، وهنا ربع كوباية عصير ليمون، وهنا نص كوباية من مية الحمص، وهنا نص كوباية من مية الحمص، وتقلبي. ودي بتكون أحلى دقة مع حمص الشام. تزودي على الكوبايات زي ما انت عايزة. يلا بينا بقى نغرفه في الكوبايات بالشكل ده، وبيكون عملتي أحلى حمص الشام. ده في الشتا وصل يا ساد. من اكتر الوصفات اللي ممكن تدفي في الشتاء فعلا، لان احنا اساسا مش بنشوف العربيات دي غير في الشتاء. وبكده يكون الفيديو بتاعنا انتهى، ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله هتجربوه وهيعجبكم. يلا بقى حطي من الدقة زي ما انت عايزة، وعصري الليمون، وانتظرونا في فيديوهات جاية كتير.